اللي مطلوبة القرشين ولا العشر مليمات 73 ولا 10 مليمات 1980. نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده عن قرشين أو العشر مليمات بإصدارين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. معانا أول حاجة قرشين 1980، وهي الصقر. واضح كده. كمان 10 مليمات 1973. الناس اللي بتسأل على القرشين هل هي مطلوبة ولا لا، والناس اللي بتسأل على ال10 مليمات تاريخ 1973، وناس تقولك معانا كميات كبيرة جدا من القرشين أو ال10 مليمات اللي هي إصدار 1973 والقرشين 1980. لازم الناس اللي معاها عملات تعرف حاجة اسمها تاريخ خطأ السك. تاريخ خطأ السك اللي أصدر منه كمية قليلة جدا وتم سكها في السوق. أما التواريخ اللي هي الصحيحة زي تاريخ 1980 أو تاريخ 1973، ده تاريخ صحيح وموجود منه كميات كبيرة جدا، زي التاريخ ده اللي هو قرشين 1980. دي متوفر منها كميات كبيرة جدا مع الناس، وفي الأسواق هتلاقي منها كميات كبيرة جدا. نفس كلام هنا ال10 مليمات 1973، برضو ده تاريخ صحيح متوفر منه كميات كبيرة جدا. طيب، اللي معاه عملات يحاول يفرزها ويطلع الشكل ده أي عملة الصقر، وبعد كده هيطلع عملة واحدة اللي بتكون مطلوبة بالنسبة ل10 مليمات، وهي الصقر لسنة 1980. تكون نفس الشكل كده. ولكن بدل قرشين بتكون 10 مليمات، نفس التاريخ كده 1980، ولكن بدل قرشين بتكون 10 مليمات وهي الصقر. واضح كده. طيب، الناس بقى اللي بتسأل تقول ليه ال10 مليمات اللي هي الصقر لسنة 1980 بتكون مطلوبة، وأنا معايا مثلا 10 مليمات 1973 وده تاريخ قديم عن تاريخ 1980. أقول لك دي الحاجة اللي اتكلمنا فيها اللي هي تاريخ خطأ السك. ما تتعاملش مع العملات بتاريخ قديم خالص. يعني عندك مثلا في عملات بتكون تسعينات بتكون مطلوبة، هيجي حد تاني يقول لي انا معايا عملات مثلا ستينات او سبعينات او خمسات. الحاجات دي كلها ما تتعاملش معاها بتاريخ قديم. تعامل مع العملة بحاجة اسمها تاريخ خطأ السك. تاريخ خطأ السك اللي قلنا عليه اللي هو أصدر منه كمية قليلة جدا وتم سكها. الحاجة دي بتكون مميزة للشخص مثلا اللي هو اللي معاه التاريخ ده. سعر العملة بيرفع. يعني مثلا عندك ال10 مليمات اللي هي 1980 دي سعرها واصل لحد 50,000 جنيه مصري. طيب، حد يقول لي يعني أنا دلوقتي لو معايا العملة دي سعرها
هيكون 50,000 جنيه مصري على طول كده. هقولك في حاجة برضو بتتسمى حسب حالة العملة. يعني انت ممكن يكون معاك العملة نضيفة، يعني حاجة زي كده مثلا نضيفة ديت سعرها هيكون 50,000 جنيه مصري. لكن في حالات مثلا اللي هتعمل 40، في حاجات اللي هتعمل 30، في حالات يعني كل ما الحالة بتكون نضيفة كل ما سعرها بيعلى معاك. لكن الناس اللي بتسأل على 10 ملمات اللي هي 73 أو القرشين، الحاجات ديت مش مطلوبة حاليا، لأن الحاجات دي متوفرة بكميات كبيرة جدا في السوق. يعني هتنزل أي سوق كده هتلاقي الحاجات ديت موجودة بكميات رهيبة، وممكن مثلا سعرها يكون جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه. يعني حاجة مش من النوادر خالص. دور وابحث عن الحاجات اللي فعلا تستاهل ان انت تدور عليها. يعني محدش يكون مثلا يطلع العملات ويفرز ويجي مثلا على نفس الفيديو دوت يقول لي انا معايا العملة 10 ملمات 73. ما هو انت لو بتشاهد الفيديو لحد الاخر وبتسمع المعلومات مش هتسيب لي كومنت زي ده نهائي. حد تاني يسأل انا معايا القرشين 1980. نسمع الفيديو للاخر ونشوف ايه اللي مطلوب، عشان الناس اللي هي بتقعد تسأل على الحاجات ديت ومش عارفة يعني ايه تاريخ خطأ السجل. حاجات مثلا متوفرة وفي السوق كتير وانت شاريها مثلا وشفتها في السوق ان هي متوفرة كتير، فبالتالي الحاجة ديت مش هتكون نوادر. يعني مثلا زي ما بنقول 10 ملمات 1980 عمر ما في تاجر هيحطها لك على الفرشة قدامك. لو انت نازل مثلا اي سوق فيه عملات بتتفرج على عملات، عمرك ما هتلاقي حاجة من النوادر او حاجة من اللي هي مطلوبة. فبالتالي انت حاول ان انت تبحث او تدور على الحاجات اللي مطلوبة، وما تضيعش وقتك في حاجات متوفرة بكميات كبيرة جدا. زي حاجة زي كده انت معاك الحاجات ديت عادي، حابب تحتفظ بيها احتفظ بيها عادي جدا. في ناس تقولك انا بيع الحاجات ديت بالكيلو، عادي برضو براحتك، بس احتفظ بالحاجات ديت عادي جدا. اهم حاجة تعرف ايه اللي مطلوب وتعرف التاريخ الخطأ السك اللي قلناه، اللي هو اصدر منه كمية قليلة جدا وتم سكها، زي تاريخ 1980 ده لل10 ملمات. لكن قرشين دي مش مطلوبة نهائي. طيب اللي معاه عملات وعايز يبيع ازاي؟ اي عملات عندك سواء كانت عربية او اجنبية، ورقية أو معدنية، في جروبات على فيسبوك للعملات القديمة، تدخل تنضم للجروبات دي وتصور العملات بتاعتك وش وضهر، تكتب بياناتها وتسيب رقم للتواصل. والناس اللي هي معاها عملات من النوادر برضو يقدروا يعملوا مزاد على جروبات الفيسبوك دي، بس حاول تخلي المزاد متاح لمدة 48 ساعة، عشان الناس اللي بتخلي المزاد لمدة 24 ساعة، المدة دي غير كافية لجميع الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك. زي ما قلنا 10 ملمات 73 مش مطلوبة، والقرشين 1980 برضو مش مطلوبة. قلت الاستفادة من الفيديو ما تنساش تعملنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.